النهارده هنتكلم عن موضوع بسيط في شكله ولكن خطير في تأثيره في قواعد البيانات، القيم المفقودة أو النل. تخيل إنك بتكلم صاحبك وبتقول له إيه خطط الويك إند ده، وأنت متحمس ومستني تسمع خروجة، سفر، فيلم أجنبي، بيتزا، أكل، وفجأة بدل ما يرد عليك بخطط لذيذة وجميلة يرد عليك ويقول لك مش عارف، والله ولا عارف هسافر ولا هقعد ولا حتى ناوي أعمل حاجة ولا لأ. في عالم قواعد البيانات النل بتشتغل بنفس الفكرة بالظبط، هي مش صفر، مش نص فاضي، هي ببساطة معناها إن المعلومة غير معروفة أو غير موجودة أو غير متاحة، يعني علامة استفهام كبيرة. في ال SQL النل غالبا بتظهر بسبب خطأ بشري، يعني مثلا وانت بتدخل بيانات عميل جديد اسمه مستر بلاك نسيت تسأله ساكن في انهي مدينة، كده المعلومة دي مش موجودة فالداتابيز بتحطها كنل. بعد كده لما تاخد بالك من الغلطة وتتصل بيه وتسأله تقدر تدخل وتعدل القيمة. احيانا كمان القيمة بتكون نل مش عشان بس نسيناها، لكن لانها مش منطقية اصلا. تخيل شركة فيها موظفين، ناس بتاخد مرتب ثابت وناس بتتحاسب بالساعة. في جدول الموظفين عندك عمود للسالري وعمود للأورلي ويت. الموظف مستحيل يكون ليه الاتنين مع بعض، فواحد فيهم دايما هيكون نل، لأن الموظف هيقبض يا إما بالساعة يا إما بالشهر. مثال تاني، مثلا لو عندك قواعد بيانات لمستشفى وعندك جدول للمرضى وفي عمود الهير كولر لون الشعر، وبتدخل بيانات مريض أصلع، لون الشعر هنا أكيد هيكون إيه؟ نل. في عالم الداتابيز النل بتقول إن مفيش بيانات هنا، ومهم جدا نفهم إن النل معلومة غير معروفة. أما بنشتغل مع أنواع بيانات مختلفة بيكون مهم جدا نعرف القيمة المفقودة، زي مثلا العمليات الحسابية، لو فيها قيمة مفقودة في عملية هتوصلنا لنتيجة غير معروفة لأننا ما نقدرش نحسب حاجة ما نعرفهاش أصلا، وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا. تخيل جدول مبيعات في عمود اسمه سيلز كوانتيتي بيمثل كمية الأصناف اللي اتباعت وبعض الصفوف فيها قيمة نل. حساب إجمالي المبيعات بيكون مهمة صعبة جدا لأن الداتابيز بتحاول تجمع أرقام من غير ما تبقى عارفة كل القيم بالظبط، وده بيوصلها لنتيجة مبهمة جدا. نفس الكلام في النصوص، القيم المفقودة بتخلي المقارنات صعبة جدا، زي مثلا لو عندك جدول عملاء وفي عمود كاستمر نيم وبعض الأسماء فيه قيمة نل. لو جيت تقارن بناء على الاسم المقارنة هتبقى غير منطقية لأنك بتقارن بحاجة مش موجودة أصلا. دلوقتي خلينا ندخل على سيناريو مهم. تخيل إنك مسؤول عن قاعدة بيانات موظفين ومطلوب منك تحسب تاريخ نهاية الخدمة لكل موظف، بس المشكلة إن عمود تاريخ التعيين فيه قيم مفقودة نل. في الحالة دي مستحيل تحدد تاريخ نهاية خدمتهم لأنك ببساطة مش عارف أصلا هم تعينوا إمتى. عشان كده فهم معنى وتأثير قيم النل مهمة جدا. النل بتعبر عن غياب البيانات أو إن البيانات غير مكتملة، وده بيصعب عمليات زي الحسابات، المقارنات، والتحليل بشكل عام. فعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد في سلسلة SQL بالعربي، ما تفوتش ولا حلقة.